الوالد معه والحفلات الفيروز الأزرق والأمريكاني والستة مليون. الأستاذة سلوى ما شاء الله عليها لها أعمال إبداعية، ولكنها أول مرة تشرف بها معنا، وإن شاء الله ما تكونش آخر مرة إن شاء الله. معنا الدكتور محمد ربيع هاشم شاعر مناطق، ومعنا الأستاذ حسن حالد. أستاذ حسن له أعمال إبداعية كثيرة، وما شاء الله هو مقالة أساسية في المسائل. أحب أسرد أعمال الأستاذ حسن، يعني الأعمال ما شاء الله كثيرة، فأنا أحب أسردها يعني ما شاء الله. معلش كنت الكاتب الصحفي وشاعر النقد حسن حامد مساعد للتحرير للنساء له رباعيات النورس ديوان الفصحى واحرفهم ان شاء الله يلبعوا وحي ديوان الفصحى، الوحده اليمنيه سيناريوهات المستقبل دراسه سياسيه، قبرص والعرب دراسه سياسيه، محمد جبريل مصر التي في خاطري قلبي. ان شاء الله باذن الله. ومعنا الشاعر عبد صالح له ديوان، هذا الديوان هو أول تقريبا أعماله، ولكنه كان عمل دسم وجميل إن شاء الله. معنا ضمن الحضور شهيات كاتبة شاعرة، ومعنا الشاعر نبيه حكيم شاعر عامية، ومعنا الشاعر محمد المصري، ومعنا الشاعر المتألق عادل عثمان الحجار، ومعنا الشاعرة نور. فأهلا بكم. مش عارف يكون افضل. انا بعتذر، ما شاء الله عليكم كلكم كوكبه جميله من الوجوه المبدعه ان شاء الله. ومعنا المبدع استاذ شريف، مقدم مذيع مقدم برامج قناه تي في، وهو ابن الكاتبه الروائيه استاذه سلوى. ان شاء الله باذن الله نبدا الامسيه ونبدا مع استاذه سلوى. السلام عليكم. الحقيقة أنا شرفت بدعوة الشاعرة الأستاذة هنا في دور الندوة اليوم، وأتمنى أن تكون ندوة ناجحة وجميلة، وهذه كوكبة من متابعة اللغة المصرية. طراطيل دمي أتخفى بدمها، أتخفى بدمها، يتلون قلبي بروح امرأة متفردة ليس كمثلها أنثى، تتهادى في دمي ملهمة، وحين يدق العشق بقيثارتها تأخذني الدهشة، فكيف بناسك متبتل بريحها أن يدرك أن البصر سهم معقوف والبصيرة حلم ناري اللون، وفي كل يتراشق نسمات ربيعية مأخوذة بسحرها اللجي، وفي كل تتراشق نسمات ربيعية مأخوذة ببحرها اللجي. يا قطعة من روحي قسمتها بيننا، أهديك أنوارا من قرص الفجر، تساوت حروفنا بين الألف والكاف، بين العين والقاف، وتناثرت بينهما الحاء والباء والشين. يا أبجديتي المطلقة وأنفاسي العاشقة، ما أملك من لحظة غيرك، أرفع على صدرك شكوتي وأبص بروحك صبوتي، وأحكي ببراءة طفل كيف أرقب جملة على وجهك كقبلة
أداوم على الدوران حولها والابتداء بشواربها فالانتهاء بسطوتها، ثم أرسم شجرة تعرفينها ثم أرسم شجرة تعرفينها ولجين قمر تسكبينه بمهابة ودلال. أفرغ من كأسنا صلوات وأسمعك ترتيلي ونندمس بين البحور والشعر والزهرات المأخوذة بملانا الأبيض. يا صورتي ومملكتي ما بقى من قصيدتي نبضته لرعشة نحسها معا بخشوعك وصمتي. شكرا. جميل ما سمعنا من كلمات الرائع الدكتور محمد ربيع هاشم، والآن مع كلمات مع الأستاذ حسن حامد. على فكرة الأستاذ حسن حامد هو شاعر وناقد قبل أن يكون كاتب. يعني أنا كنت هقول شاعر في ما بحبش أقول، لكن الحقيقة يعني ملاحظتين أنا عايز أركز عليهم. النهارده أول ذي الحجة وسنة وصالحين وأغلب الناس صيف، وبالرغم من هذا تكبد الكثيرون مشقة أمنية، يعني ضحوا بالإفطار وجم علشان يحضروا زيت الشاعرة هند مصطفى، وده يكفيها، يعني أظن ده يكفيها الناس دي وهي صايمة. الحاجة الثانية إنه همت يعني وفقا للمفهوم اللي احنا جايين بيه إن دي الأمسية بتاعتها، فمش عارف هي عمالة تقدم الناس ومحدش قدمها، وبعدين بتدي الفرصة للناس تقول شعر وهي ما قالتش شعر، فمش عارف يعني هل ناخد الشو منها، يعني ناخد الكاميرا منها زي ما بنقول ونقول احنا ولا نسيبها هي تقول، لأنه احنا جايين نسمعها كلنا، احنا جايين نسمعها. يعني همة الحقيقة أنا قرأت شعر كتير، والديوانين اللي هي طلعتهم أنا أتصور إن عندها خزون شعري لم يخرج بعد، يعني قد الديوانين دول 10-20، فمش عارف هي يعني مهملة في حق نفسها ولا إيه. لكن ما قدمته حتى الآن لنا وللمكتبة العربية الحقيقة هو إنتاج أنا بتصور إنه إنتاج غني جدا بالوجدان. هي شاعرة تكتب بوجدانها مثلما تتنفس الهواء مثلما تشرب الماء، هكذا أرى شعرها. وبالرغم إنه يعني في خلاف كبير على الشعر المنصور وهو الجنس الأدبي الذي تكتبه همة مصطفى، لكن يعني هذا الخلاف ليس مجاله أن نناقشه اليوم. فأنا بدعو الشاعرة همة مصطفى إن هي تثرينا وتثري وجداننا بإلقاء بعض قصائدها، وبعد كده احنا نيجي نقولها. أشكرك أستاذ حسن، وإن شاء الله نصل العنوان حقيبة أفكاري. أرحل لشمس الغد ومعي في حقيبة أفكاري كلمة وأمل ووفاء، وبين دفتي دفاتري وردة حمراء، وفوق شفاه روحي قمر ونجمة ولقاء. فأنا لا أعد النجوم ولا أسأل القمر من أين جاء، فالحب له البدء وليس لنا حق الانتهاء. كنا لا نقول الوداع ولا نصالح البكاء لنشعر أن لنا لقاء، ويبقى القلب غد العناء. بعيدة سمائي قريبة ممنعة، وأنا خارج الزمان خارج المكان بدون أمتعة، وبين دوامات الوجود أبحث بين الأقنعة، أبحث عنك وحروف مني فيك ضائعة، أكتاب المدن والطرقات ومعي وردة ورثال، وعمر سطوره تتمة بك والخاتمة. وهناك
خلف البلاد البعيدة وتحت المساء الغريب ظل يحمل نبضة تفاحة لنور قلبه يلوي عنق الحروف فتصرخ أحبه يلوي عنق الكلمات فتصرخ أحبه يلوي عنق الليل فيثير الفجر ظلمه ويأخذ الأفق حروف سؤال أتحب أتحب البحر يجيب والعشب والشجر الساجد أوراقه وحرير الماء مدلل بصوت العشب وظل ترسمه الشمس لقلب يطلب أعشق وأحب. في نص كنت كتبته أول حاجة كتبتها خالص اسمه أضحى لهوا. أضحى لهوا حبيبتي أن تفري متوارية الجدار هاشة صار ولا يحمل بعد الآن الاختباء لا تهربي فأنا شرارة أشعلت النيران أتتشاغلين بالرشفة من كوب صمتك المكسور فسجدتك قد ملأت الكوب حتى تمايل مخمورا فصار لا يعرف سيدتي صبورا ظهرة أنت حياء عبيرها يلتحفني في أحلام وردية النداء وعندما أفيق أقرب بمصباحي إلى وجهك فإذا بصرتيك يداعباني ظلك وكريمتان من قطوف جنتك تتهامتان بلا تعب. أضحى لهوا حبيبتي أن تضعني خنجرا في هواك فلقد صار فتيا لا تقوين معه العراك. أضحى لهوا حبيبتي فالبحر بين ذراعي يغرق أناتك يطهر زمانك والتعب. أضحى لهوا حبيبتي أن تغلق الأبواب على قلبك المرتاع وتخسرك بلا ذنب نبضه العاشق الأبواب. فالحب سيدتي لا يبقى خلف ستائر العيون مختلئا. أضحى لهوا أن تفارقك القبلة الدافئة ولا تتجمد حولك كل الذكريات والألم. ارخي عينيك حبيبتي وافترشي فرموشي وسادة الأحلام والألم. شكرا. أنا عايز أطلع راح وجاب عروسة ليلى هي إما مصطفى فاحنا عايزين نحكيها من الأهل ونختار حد من الجلوس الموجودين في مصر هو يعني اختاروا مين؟ طيب دلوقتي عايز اشرف الاستاذ عبد صالح. قبل ما ننتقل الى الاستاذ عبد صالح